راح نشوف هل هو ينجح ولا مهند عسيري مع السعودية ينجح. رأسية وخطيرة، يا ساتر، يوسف ناصر وهنا حسين فاضل. كرة كانت هي الأخطر لصالح المنتخب الكويتي، يود رقبته يود راسه قران، مش معقول حسين فاضل ما مشت معاه. فرصة ثانية في المباراة، فرصة ثانية في المباراة. الأولى كانت للمنتخب السعودي عن طريق مهند عسيري، الثانيين من العرب والمستمعين. كرة توصل على الأوطة الأمامية تتخلص، يكفي أنه هو حصل على الأسطوانة الذهبية أكثر من مرة على مستوى الوطن العربي، وهذا الشيء يحسب لهذا الفنان الكبير. وليد علي يتقدم يتوغل بعرض الملعب، يا القائم يتدخل، يا القائم اليسار. كرة توصل على الجانب اليمين، هذا هو الآن يتقدم عامر معتوق، خطيرة للعنزي، الكرة معاه ياخذها ويلعبها بعرض الملعب قدام الجول، ولكن أيضا خارج الملعب. هنا أسامة المولد ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ كيف حيفكر الآن في هذه اللقطة؟ تدخل أبعد من أمام يوسف ناصر، حرم المنتخب الكويتي من فرصة. هنا اللعبة والإثارة تبقى والندية حاضرة، ولكن كما ذكرت على المدافعين أنهم يتحلون بأربع عيون في هذه المباراة، كل واحد منهم عنده أربع عيون، عينين في الرأس وعينين قدام. ومحاولة الآن رأسية ولكن قدام الجول تتحط والعارضة تتدخل، مش معقول، ولكن ايضا تبعد من امامه. عامر معتوق يخلصها، يلعبها اماميه وطويله، محاوله كويتيه، يوسف يتدخل ولكن حارس المرمى عساف القرني كان الاقرب على الطرف اليمين، في مساحه على طول للعنزي، يتقدم الكره معاه فهد العنزي، لو مر فهد العنزي لو عدى فهد بعرض الملعب، وليد ياخذ كورته يواجه يحاول يشوت على الطرف يلعبها على طول، الكره تصطد ترجع مره ثانيه لوليد براسه، بس المدافع يبعدها ولكن اقرب لحارس المرمى عساف القرني. عبد اللطيف الغنام يلعبها ولكن ايضا تبعد، تعود الان كويتيه على طول. بدر المطوع لجراح العتيق، الكره معاه يرسلها اماميه ومحاوله للعنزي، حمد العنزي يتقدم يلعبها، الكره تتخلص ترجع مره ثانيه لصالح منتخب الكويت. هذا هو الان يتدخل، اوه جول! وليد علي هنا في هذه اللقطه يعيد اكتشاف نفسه، وليد علي يعيد اكتشاف نفسه. وليد هو وليد هذه البطوله، هو وليد هذه اللحظه. يا الله على هذه اللعبه، افرح يا احمد فهد الاحمد، ابتسم يا الشارع الكويتي، رفرف يا ساتر يا لطيف.